السلام عليكم. اليوم غنشارك معكم طاجين من ألذ الطواجين. غادي نحضروا بالسلاوي والفول طري. غنجيب اللحم القشري قسم الله ونقطع عليه بصيله وواحد المطيشه يا محكوكه يا مقطوعه مرصات صغار، ندير عليها الزيت ونحطها على البوطه باش نقليها. السلاوي يا سلام والفول طريين. صافي بعد ما تقلى ليا داك اللحم مزيان مع شويه د الملحه. دابا غادي ندوز نزيد ليه التوابل العناصر الاخرى، شويه ديال القزبر مقطع، وغادي نديرو التوابل اللي هما خرقوم وسكينجبير وملحه وشويه د البزر اقل منهم كاملين، وبطبيعه الحال القرفه، واحد المعلقه ديال القرفه حتى هي، وغادي نزيد شويه ديال ضمط زعفران غتكون زعفران الحر لكم ذلك. كنقيو داك السلاوي ديالنا يا سلام. وهنا غادي ندير معكم العناصر اللي كيتواتاو مع السلاوي. كيتواتى مع خيزو حيت حلو بشكل رهيب، يعني كنديرو خيزو والسلاوي كنخليو خيزو هكاك مصوصات كبار باش يعطي لينا داك العين. وهنا الفول ديالنا الطري يا سلام، ونزيدو الجلبانه. هاد 4 العناصر كيجيو كيتواتاو بشكل رهيب. الجلبانه كنعرفوها حلوه وخيزو حلو، الفول شويه مسوس مع السلاوي ولكن المذاقات ديالهم كتناسب بشكل رهيب. هنا كنزيدو دوك المرصوصات ديال القرفه باش تعطينا النسمه ديال القرفه، وصافي وشي د المليحه من الفوق ديال الخضره باش تسمها لينا، وخيط ديال زيت الزيتون من الفوق، وكنردوها يا على البوطه يا على المجمر. المهم هي طيب لينا على مهل على مهل، والعافيه تكون قليله، ونخليوه حتى يطيب. ياخذ لينا الوقت اللي بغى ياخذ ياخذوا لينا. المهم هو يطيب حتى تيجي معلك بنين، المذاق ديالو لا يعلى عليه. النسمه ديال القرفه، النسمه ديال الزعفران، هاد الخضروات رهيب. المذاق ديال هاد الطاجين بنين بزاف. جربوه عاد تعرفوا علاش كنهضر. طاجين من ألذ الطواجن اللي كيعجبني نحضرها. تنحضرو بحب باش نتهلا في راسي، حيت انا عارفه الا ما تهليتش في راسي حتى حد ما غيجي يتهلا فيا. وهذا ما كاين. السلام عليكم وربي يكون يعاون.